رابع اختراع معانا الكمبيوتر اللي اخترعه اسمه كونراد تسوزا 1941. كونراد تسوزا اتولد سنة 1910 في برلين، وكان مهندس مدني، بس كان بيكره الحساب والمسائل والعمليات الحسابية المتكررة في الهندسة. فجات له فكرة: ماذا لو في آلة بتحسب وتنفذ العمليات الحسابية دي تلقائيا لوحدها؟ فبدأ لوحده من غير تمويل ولا دعم من حد. بنى النموذج الأول للفكرة اتسيت اينس أو ذي 3 في سنة 1936. بدأ يشتغل عليه في صالة عنده في بيت أهله، وابتدى يعدل فيه ويطور فيه لحد 1941. عمل تسيت دراي أو ذي 3، أول كمبيوتر رقمي حقيقي في التاريخ قابل للبرمجة. بس في الفترة دي كانت ألمانيا في الحرب العالمية التانية، فما لقاش تمويل حقيقي أو اهتمام رسمي بمشروعه، لأن البلد كلها كانت في حالة حرب. والمشكلة الأكبر إن في 1943 في غارة جوية ضربت برلين، دمرت جهاز ذي 3 اللي اخترعه. بس الحمد لله تسوزا كان خلص تصميم ومكونات الكمبيوتر نظريا وعمليا، وسجله في وثائق ومخططات احتفظ بيها ونجا بيها بنفسه. في سنة 1945 طور الجهاز أكتر وبنى تسوزا كمبيوتر زي 4، النسخة النهائية للاختراع، وكانت متطورة أكتر، وقدر ينقله لجنوب ألمانيا قبل نهاية الحرب على طول. وبعد الحرب باع الجهاز بنسخته النهائية الزي 4 للمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، وكان أول كمبيوتر يتباع في أوروبا. كونراد كان بيوصف الاختراع بتاعه في مذكراته، بيقول: Ich war der Meinung, dass der Mensch nicht zum Rechnen geschaffen ist. Also baute ich eine Maschine, die es für ihn tut. يعني كنت أعتقد أن الإنسان لم يخلق من أجل القيام بالحساب، فبنيت آلة تقوم بذلك بدلا منه. إنه كان بيكره الحساب وإنه يقضي وقته في العمليات الحسابية، فبنى آلة تعمل ده بدل منه.